بسبوسة عاملة حالة تشيز كيك كتير سهلة وسريعة وطعمتها كتير طيبة، والدسم ألف انسوا لي السعرات الحرارية وتعالوا شوفوا الوصفة. وممكن تحضروها بأكتر من شكل، ممكن تستخدموا صينية كبيرة أو قوالب الكب كيك لتصير قطعة صغيرة على ذوق. 200 غرام بسكويت سادة طحنتهم على الناعم، وضفت 50 غرام زبدة وشوية حليب مبخر أو معلقة قشطة لنخفف الدسم وتتماسك معنا الطبقة الأولى. بنرصها بزبادي صغيرة أو جاط بايركس كبير. هي المرحلة الأولى. ممكن كمان نستغني عن هي الطبقة ونحط خليط بسبوسة فبتصير بسبوسة قشطة عادية. بعدين هون بنضيف كاسة حليب، شوية حليب مبخر أو كريمة طبخ ومعلقتين نشا. هاي لخليط القشطة بنتركهم على النار لحتى يشتد معنا الخليط ويتماسك. وممكن تعملوا أي خليط بسبوسة بتعرفوه، بس أنا حطيت بيضة، شوية فانيليا بنفس علبة القشطة، علبة قشطة وعلبة سكر وعلبة حليب بودرة وتنتين سميد خشن و3/4 العلبة زيت نباتي. وضفت كمان تقريبا أكثر من نصها بشوي حليب بس ما صورت، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. وبنخلط الخليط كله حتى يتماسك ويصير معنا القوام سائل نوعا ما. هلا القشطة بعد ما طبخناها تماسكت، بنحط كمان علبة قشطة تانية يعني طبخ وواحدة علبة جيمر، بنخلطهم سوا فبتطلع معكم الطعم كتير طيبة. قد ما بحكي لكم عن الدسام يعني فيكم تاكلوها هيك لحالها من دون ما تضيفوا ولا اي شيء. سكبت القشطه سخنه او ممكن تحطوها بكيس حلواني حطيت خليط البسبوسه بكيس حلواني ليصير شكلها احلى واجمل مثل ما شايفين. وبعدين ندخلهم على فرن محمى درجه حراره 170 فقط من فوق، لانه من تحت ما بدنا اياها تتحمر ابدا. ونشربها بالقطر البارد وبنتركها تبرد تتماسك. سلام.